النهارده بقى ان شاء الله هعمل لكم 4 اسياخ كفته برغيف عيش واحد، واضاعف الكميه وامشوا معايا على الطريقه. انا جبت رغيف عيش مبلول اهو زي ما انتم شايفين كده، بليته رغيف عيش من الابيض. وده ميه البصل، يعني انا فرمت بصلايه وخدت الميه بتاعتها، وكمان البصلايه هحتاجها معايا. ودي معلقه توابل. زي ما انتم شايفين كده المكونات بتاعتي بسيطه يعني وسهله. هنحط شويه ميه صغيرين على رغيف العيش كده، ودي كمية المية بتاعت البصلاية، وادي البصلاية المفرومة والتوابل عليها. ودي بقى ايه 200 جرام لحمة مفرومة، بس 200 جرام هعمل منهم 4 اسياخ كفتة بتاعة الحاتي، كفتة الحاتي. يعني شايفين القطعة دي صغيرة ازاي، مش كبيرة يعني. نصلي كده على النبي عليه الصلاة والسلام ونسمي بسم الله. هاخد دلوقتي العيش اللي انا بليته اعصره كويس من المية، هو رغيف زي ما قلتلكوا، واضيفه على اللحمة المفرومة بتاعتنا. نعصره كويس بس من المية عشان احنا مش عايزين المية بتاعت العيش. خلصت كده الكمية اهو زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. ادخل بقى ايه، انا حطيت طبعا البصلاية والتوابل بتاعتي، ضفتهم اللي هي اللي خدت منها المية، البصلاية اللي خدت منها المية، يعني خدت المية والبصلاية هضيفها مع اللحمة المفرومة. كده انا حطيتهم على بعض كل المكونات بتاعتي اهو. هضيف كمان البصلاية والمعلقة التوابل، 7 توابل 7 بهارات، واخلط كل المكونات بتاعتي على بعضها، البصل مع العيش مع اللحمة المفرومة مع التوابل. ودي بقى ايه معلقة او معلقتين بقسماط اللي هو الفيجيتار ناعم. انا حطيت دلوقتي معلقتين فيجيتار ناعم، وهدمج المكونات كلها بتاعتي مع بعض. طبعا انا ايه، عندك سيخ عندك معلقة ما تحتريش، يعني اي حاجة تسد ان انت هتعملي فيها. واخدها كده واحطها في قلب المعلقة اللحمة على اساس ان هي تبقى ايه فيها فتحة كده، الكفتة بتستوي بسرعة. ودي الكمية بتاعتي اللي انا عملتها، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. دول 12 صباع من 200 جرام لحمة مفرومة واقل كمان اهو زي ما انتم شايفين اهو. لا قوة الا بالله ما شاء الله. هتكفي 7 افراد 8 افراد حسب ما انت عايزة تحطي صباع او صباعين. اهي الكمية بتاعتي كده خلصت. تعالوا معايا بنشوف هنعمل ايه. جبت فلفل اخضر رومي وفلفل حراق وطماطم خرطتها، وكمان معلقتين زيت عشان ادهن بيهم وش الكفتة اهو. انا دلوقتي بدهن وش الكفتة بالزيت، هي هتنزل برضو الدهون اللي فيها، بس وش الزيت بيديها كده تسوية جميلة كده وتشميعة. دهنت كله كده، ادي ايه معلقة الزيت اللي كنت بدهن بيها. دهنت الكمية بتاعتي كلها اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال بقى والحلاوة، ولسه لما تستوي ريحتها بقى هتملى الدنيا كلها. دلوقتي انا كنت عاملة درجة حرارة الفرن بتاعي الكهرباء على 160. هدخل معاكم اهو، دخلنا الصينية بتاعتنا ونقفل عليها. نبص عليها بقى كل شوية، دي درجة حرارة 160. بصوا كده معايا، هي كده ايه لسه ايه، لسه السخونية يعني بتبدأ اهو. هنتابعها مع بعض شوية بشوية، دي مش بتاخد وقت بإذن الله اهو. شايفين هي كده لسه مستوتش برضو. ندخلها ونقفل الفرن بتاعنا، نرجع لها مرة تاني اهو. انا كل مثلا 5 دقايق بفتح عليها ابص عليها، هي نزلت الدهون بتاعتها اهي زي ما انتم شايفين، بدأت تستوي اهو. دي بقى المرحلة دي اهو، بصوا كده معايا
اهو بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. استوت اهي ونزلت كل الدهون اللي فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.